شكرا للزميل عبد الله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، معنا في لقاءات دوري ابطال اسيا النسخه 17 لعام 2019 هنا بالتحديد في ملعب لوكوموتيف ستاديوم بملعب فريق لوكوموتيف طشقند الاوزبكي. اتحاد جده السعودي طرفا ايضا ثانيا في هذه المباراه ضمن فعاليات المجموعه الثانيه، وفي اطار الجوله الرابعه لوكوموتيف طشقند الاوزبكي مركز رابع في هذه المجموعه برصيد 3 نقاط، يتمسك بحظوظه ولا يريد ان يتعاقد مع سلافان بيليتش، ولكن طبعا سقوط ايضا للنادي الاتي. مقدمه رومارينيو وفهد المولد وناصر الشمراني حكم مباراه اليوم في مرحله المجموعات. امامنا الكرات العاليه من الجنب الشمال من ريان، وامام الوحده كان لعب الحارس عساف الجرني النهارده قام في بطوله كاس اوزبكستان. امامنا هنا ضغط المره دي، ادي كل شيء سجله من البيشي، ادي انطلاقه هنا من جانب اللاعب اللي بينطلق. كرات العاليه على طول، التقدم هنا من قبل اسلام الاماراتي وذبهان وفريق الدحيل القطري، وحل ثالثا طالب كره تعود امامنا الى لاعب سردور اللي بيلعب الكرات العاليه. دخل في اللقطه الماضيه وكره على طول مقطوعه من خالد سميري وعلى طول تعود، ولكن فاول. النهارده يلعب العمار مكان سعود عبد الحميد عن التشكيله اللي لعبت امام الاتفاق. شوف ايضا برناوي بيلعب اللي بيحاول كل مدرب النهارده يحصل على النتيجه الايجابيه وتحقيق فتح. هيكون في جده ولقاء مع احد مدينه المنوره، وهو مطالب بالفوز فقط ب3 نقاط لتامين البقاء. على طول كره وتغطيه ممتازه في اللقطه الماضيه العسير. ادي امامنا اللاعب اللي بيسدد امام بي ان الاعلاميه تملك هذه الحقوق، وادي امامنا فرصه وكره خطيره هنا وتحرك جميل قوي من البيشي. ادي امامنا عبد العزيز البيشي الذي ظهر كالاتي في هذه المسابقه. على طول كره، هدف اول يا ولد، هدف اول. رومارينيو البرازيلي هنا من خطا في التمركز وفي الكره الماضيه والركنيه اللي بتعدي، ورومارينيو يسجل اول اهداف الاتي، اول اهداف النمور الاسيويه هنا، وفرحه الهدف الاول اللي بياتي بعد مرور 12 دقيقه. امامنا الكره الركنيه اللي اتلعبت وعلى طول اللمسه الجميله من رومارينيو والخطا الدفاعي الكبير من اسلوم ومن اسماعيلوف، وياتي امامنا هنا اللاعب رومارينيو لاعب السابق في الجيش القطري حاليا طبعا الدحيل بعد دمج الجيش والاخويا. بص امامنا هنا الركنيه ملعوبه من في 2011 وعلى ايضا 2012 كان ايضا فاز على ركنيه 1-0 لصالح الاتي، وركنيه بتتلعب على طول اللي بيدخل طبعا امانوف خطير عبد الخالقوف، ولكن الى خارج الملعب. عبد الخالقوف الذي سجل في طبعا لقاء الوحده، فازوا على الوحده 2-0، خسروا بعد. امامنا هو وايضا سانوجو، واحده بالكعب معموله حلوه قوي. شوف فهد المولد، نشوف الشمراني، شوف ايضا وجود امامنا هو خالد ميرات يلعب على طول كره لكن مقطوعه. كانت اللعبة اسيويا، داكوستا ورودريغيز وجوناس واسماء كثيرة، والنجم طبعا عمرو وردة. طلق على الجنب الشمال انطلاقة من امونوف، ولكن يجدها فواز الجردي. ادي فواز 3 لقاءات دولية مع الاخضر في 2016. انطلاقه حلوه قوي وانطلاقه حط جسمه، ولكن فاول على عبد العزيز البيشي، فاول على البيشي. ادي عبد العزيز البيشي الشباب قلات ايضا لنادي الاتحاد، وادي هدف جديد لكن مش مولد. فهد المولد نجم الحقيقه واسم كبير ودوري هذا الموسم. انطلاقه امامنا ولا بالخطير اللاعب امانوف ماتيو، سهل قوي تخترقه، لكن التسديده بتاعت فهد المولد كان تفوق على المنتخب الاماراتي. استلام امامنا هنا من اللاعب اللي بيهد المولد، والثقه اللي عادت للاتي، الثقه عادت للاتي هي خطره جدا، لكن يا سلام عشان العسيري وادي كره خطيره على الكوره. امانوف خطير اللاعب امانوف اللي امامنا هنا، اللاعب القادم من نادي بخارى. ادي امانوف لاعب التركمانستان، على فكره دولي تركمانستان،
اللاعب امانوف والمهارات ويلم ويغير اتجاهه ويطلع حارس المرمى ويلعبها، ولكن حارس المرمى للمره الثانيه يشيل هدف. لكن فهد المولد بالسرعه اللي عنده الحقيقه والقدرات الفنيه وادي امامنا اهو ماتيو على القائم الاول. ماتيو يلعب كره بالعارضه على الكوره، فرصه امامنا ماتيو جيرمان، كوره جيرمان امامنا كانت هتبقى في الشباك امام بلجيكا في دور 16 في عام 94. ثلاث الى اللاعب اسكندروف، كره العرضيه من خاشيموف وعايز يعملها هات وخد، لكن جات له مره ثانيه المولد. لكن شوف امامنا التكتل ريتشايف رقم 9 لضمن البدلاء، كره خطره جدا جدا، كره خطره جدا جدا امامنا. الفاول اتعمل ويسجل امامنا اللاعب تيمور عبد الخالقوف هدف التعادل في الدقيقه 36. ديما لاعب تيمور خوجة خد الكوره اللي اتلعبت من جمشيد، وادي امامنا هنا الاحتجاج على التحكيم والمطالبه برايه وتسلل في هذه الكره وفي هذه اللقطه. لكن هنشوف الحكم تيمور سجل 1-1. البيشي امامنا هنا في محاوله الوصول، البيشي يعكس اللعب المره دي، الكره اللي في ظهر المدافعين، هنا الكره والعاده اللي فيها لمسه يد. بص الكره وقفت ازاي، مش ممكن يعطيها حكم اللقاء الحكم الصيني فومينج. امانوف اللي مركزين قوي عليه في الجنب الشمال هو وزلام امامنا من اللاعب جمشيد، خطير الكره امامنا. هنا الحاجات اللي بتتحضر لان بدا دور سانوجو ودور ايضا اللاعب سميري، والدعم مش موجود من البيشي. بدا 65-35 انطلاقه زوتايف، لكن طلعها الى امامنا. هنا الكرات اللي بتتلعب داخل منطقه الجزاء، تصليحه وتسديده سانوجو ضغط استلام المولد، سانوجو يا ولد اتعملت حلوه كرة حلوة قوي وهدف ضائع هنا في اللقطة الماضية. معاه وادي البيشي للمولد وعدى وعايز يعملها رومارينيو ومطلع خالد السميري، وحكم اللقاء بيوقف اللعب فومينج. ادي فهد المولد وادي امامنا اوليك زوتايف، كل ده مرفوض. ادي فهد المولد اللي عامل ازعاج، اللي عامل لهم قلق في هذه المباراة، واحد من نجوم اللقاء. وسانوجو والبيشي، وادي كرة خطيرة، هدف ضائع هنا، كرة في الشباك، كرة هدف هنا من فهد المولد. فهد سجل حضور كبير الشوط الأول وأضاع انفراد وفرصة، جاب هدفين حلوين قوي في مرمى فريق نادي الاتفاق. ومرة تانية أمامنا هو ريز البيشي، أول واحدة ترتد والتانية يعملها أمامنا هو بالقدم الشمال، عاملها حلوة في اختراق من جانب ناصر الشمراني، لكن التغطيه الدفاعيه على طول. اللاعبين المميزين اللي بنشوفهم بقى في جيل لوكوموتيف الشعبيه هناك لبختكور وبونيوتكور ونيفيتشي، وامام راني يضغط بشكل مميز وتتفتح السكه والطريق، ولكن فين الكوره الحقيقه برضو عدم اصرار. استلام هي بتاعتك على شمالك يا راجل، على شمالك. امامنا الفرصه الكبيره اللي بتضيع من البيشي ثاني من هذا اللاعب عبد الخالقوف، والتغطيه الدفاعيه. انطلاقه المره دي محاوله من جانب زوتايف، خطيره الكره، لكن الكره تهرب تدخل كبديل. خطره جدا الكرات العاليه المره دي، تغطيه اللاعب الدولي المغربي اللي انضم قادما من نادي بشاك شهير. وادي كره خطيره امامنا هنا من جانب اللاعب امانوف، ويا ولد على التغطيه المرات. اسلوم متقدم، تسديده من اللاعب اسكندروف وكولد، يا ولد تريحه حلوه قوي من جانب البيشي، والتسديده المميز فهد المولد. وادي البيشي يعمل اسيست، لكن هذا هو الهدف الضائع، هدف ضائع هنا من جانب اللاعب اللي بيسدد مره ثانيه. هدف ضائع من البيشي ثم هدف ضائع من المولد. لا الاتحاد بيضيع كتير، فرصه كبيره جدا في الدقيقه 62. الكرات الخطيره اللي سجل منها هدف بنفس الطريقه، ترتد تسديده وجاردي في لقاء ارتفع نسقه وراسيه خطره جدا. خلي بالك جدا، بص الكره الثابته دايما فيها مشكله، ترتد يسجد ديوكيتش. توروبوف يلعب على طول اللاعب توروبوف. الكره تعود امامنا، كرات خاشيموف دي من الفريق لوكوموتيف، ومحاولة هنا من البديل 28 أغسطس والعودة أيام 16. استلام أمامنا هنا مولد، لكن كرة بعيدة. فهد المولد الشيء الإيجابي يعملها بشكل مميز. وادي هدف يا روماري، المرمى إليزوف جوفار هاير أمامنا اللي يعني
في لعيبه كتير بس له. ادي امامنا المولد يستحق انه يسجل، يستحق انه يسجل، يستحق الطرد في هذه اللقطه. امامنا هنا حكم اللقاء يدي ايه؟ حكم اللقاء يدي طرد الاسلو. مباراة الاتحاد والمولد وفيلا نويفا مميز في الكرات ديت، ولكن حارس المرمى اوليزوف يعني في هذه اللقطة البارعة كرة